السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم خواتاتي حباباتي، جسبر تكونوا غاية. انني غاية الحمد لله. وصفتنا نهار اليوم كما عودتكم فاطي في الحاجة الاقتصادية والاهم بنينة، هي غراتان تاع الدجاج ماريني مع ليبول تاع البطاطا مقلية والصوص بلونش. بنين خفيف سريع، كما يقولك بنين، واحد البنة روعة روعة. بلا ما نطول عليكم نمروا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للطريقه نبدو الاولى في البطاطا تاعنا. انا درت تقريبا 4 حبات بطاطا، حسب نتوما ديروا حسب عدد افراد العائله. قطعتها كما يقولك مكعبات صغار باش طيب لنا بالخف مع رشه ملح، ودرتها تفور. كما وصيتكم بلي من انواع هاد البطاطا شغل اللي تقلوها دي كروكيت ولا دي بول توجور فوروها خيمه تغلوها في وسط الماء. نمروا للدجاج تاعنا في الوقت اللي يطيب فيه البطاطا نديروا له تتبيله. راني قطعت صدر تاع الدجاج قطع صغيره. بالنسبه للتوابل نحتاج الملح، اليايخت الطبيعي، نحتاج سكنجبير، فلفل اسود، فلفله حمراء حلوه، كركم، عصره تاع ليمون، والموتارد وراس الحانوت. دوك ندير لكم دروك في الاناء تاعنا وتشوفوا كي غادي نخلطوا. نبدو بالياخت الطبيعي، اللي ما عندهاش ياخت طبيعي دير 2 مغارف كريم فريش. توجور هادو الياخت الطبيعي ولا كريم فريش هادو عندهم نفس كيما يقولك تقريبا نفس الدور. نديرو ما رشه تاع كركم وسكنجبير. شغل هادو التوابل هما اللي غادي يبنوا لنا هذا الدجاج. نديرو رشه تاع فلفل اسود كما نقولوا حنا الحرور تاع الغرب. شحال من خطره نكتبها في الوصفات وننسى باش نكتب فلفل اسود نكتب حرور، ننسى روحي. حتى يسقسوني يقولوا لي فاطمه شنو دير لك كاتبتها. رشه تاع ليمون، تاع نص حبه ليمون، ما حصرتهاش تقريبا كاع غير واحد شويه. نديرو الخردل اللي هو الموطاد، واحد المغرفه صغيره. شو هذه كيما يقول لك التتبيله درك عليها في الياخ الطبيعي وفي الموطاد، هو اللي غادي يعطينا ديك البنه الشابه في الدجاج. نديرو 4 مغارف 3 مغارف حتى 4 مغارف زيت. انا درت 3 مغارف. الزيت تاني طرينا الدجاج تاعنا. نديرو يا الدجاج يا ميم تنجمو ديرو صدر تاع الدند. غادي نخلطو ونخلوه على الاقل نص ساعه. نقولك من نص ساعه وطلع حتى ساعه. يقول لكم ما نزيدو نخلوه وقت طويل كون ما يزيد يتشرب لنا غايه ديك التوابل لهذه الخلطه. خلطو دوك نغطيه بالبلاستيك غذائي وغادي نخليه ندخله الثلاجه ونخليه شويه يتشرب هادو التوابل. ومن بعد دوك نوريكم تاني كي غادي نكملوه. نروح نشوفوا البطاطا تاعنا راهي تكون طابت بالخوف ما يا ربي واحد 10 دقائق ولا سورتو الا كان درتوها مكعبات صغار. راني مرستها وهي سخونه، خلوها شويه تبرد. زدت لها الملح وفلفل اسود والمعنوس والملح. رزوا رواحكم ديجا فورناها من قبل ملح، شغل ديروا واحد الرشه ايوا وذوقوا. انا درتها كويرات صغار، نرمدها في البيض من بعد في الفرينه. هذا مكان ما تسحقش نديروا لها لا شابلو. علاه درنا هذه الطريقه باش كي طيب لنا في الكوشه تقعد هي حبه هي شغل ما تنحل ما تذوب ما والو، تقعد محافظه على الشكل تاعها. صحيح خواتاتي، هذا هو بها رمضناها في الفرينه. تقريبا 4 حبات متوسطين تاع بطاطا عطاوني 32 حبه. ودكم بطاطا ديروا حسب عدد افراد العائله. شوفوا انا قلحت شويه من البطاطا درتها في الزيت غير باش نشوفوا الزيت لا كان سخن لي. هذه نفس الطريقه نديرها مع البيني ولا السفنج ولا قلت لكم توجور زعما الزيت ديفا وحده ما تعرفاش لحمالها ولا لا. توجور قلعوا من العجينه تاعكم ولا من الباط تاعكم ولا قيسوها في العجينه وكي تبدا كيما يقول لك تنقلها لكم تعرفوا بلي الزيت تاعكم راه سخون. هذه الطريقه انا نعطيها للمبتدئات. لكم انا توجور ندير في حسابي كاين شيرات راهم عادك بادين يتعلموا خواتاتي الطياب، نوري لهم كلشي ما كاش كاع مشكل. تكون ما نكونوش انانيات، دائما نخمو في اللي راهم صغار اللي عادك يتعلموا الطياب. نقلوهم نحمروهم غير واحد شويه.
وعلى نقلهم على نار متوسطه. غادي نقلعهم دروك نصفيهم مليح من الزيت، نحطهم في البابي اسويت وهذاك تاع اليمطاس الزيت. هي بروحها البطاطا غادي كي راهي مرمضه في الفرين ما خصش تمتص الزيت بزاف. تكون نجيب الصفايه تاعي كيما ولفتهم، قلت لكم خدموا طريقه يقول لك نقيه باش تخرج لكم الحبات شابين. لاخاطش علاه في داك الفتات كنت تعاودوا تزيدوا الحبات فوقه يخرج لكم حبات شغل محروقين. يعني نقلع كاع داك الفتات ونكمل بقيه تاع الكريات اللي بقاو لي. ونجيبوا الدجاج تاعنا نديرو غير واحد شويه تاع الزيت ماشي بزاف، يعني دايره واحد شويه تاع الزيت. راني نقليه مليح. كي نشوفوا الدجاج تاعنا دخله الطيب نزيدوا له واحد نص كاس تاع ماء ساخن. راني غادي بصح غادي نديرها في الاناء اللي راه باقي فيه ديك الخلطه، نخلط مليح مليح ونعاود نفرغه فوق الدجاج الماغيني تاعنا. غادي نفرغه على قلت لكم ماء ساخن باسكو علاه الدجاج تاعنا ديجا راه سخون. ما نزيدولهاش داك الماء بارد شغل البنه تاع تخسرنا كاع ديك البنيه تاع القليه. قلت لكم حاجه كي تكون حاميه نزيدوا ليها توجور حاجه حاميه. صاي خواتاتي، صاي نتوما راكم حافظين دروك الطريقه تاعي تاع الخدمه تاع الطيب. صاي ونقصوا عليها لنا ونخلوها تغلي واحد شويه غير قد ما تنشف لنا وتعقد نطفوا على الدجاج تاعنا. نروحوا دروك للصوص تاعنا بلونش نوجدوها دروك. فيها 2 كيسان حليب، رشه تاع ملح، رشه تاع فلفل اسود، 2 مغارف كبار تاع فرينه، 2 مغارف كبار تاع مارغرين وحبه بيض. هي تقريبا المكونات غير كيما تاع البيشاميل، زدت معاها حبه بيض وصاي. انا نديرو في المارغرين تاعنا الدوب غير دابت شويه، ونزيدو درك الفرينه ونخلطو نقد غير ما تحمص لنا شويه الفرينه، بعد نبداو نزيدو في الحليب نفس الطريقه تاع البيشاميل. نخلطو غير بشويه قد ما تحمص لنا شويه نبداو نزيدو في الحليب. انا نزيد شويه تاع الحليب ونحركها نحلها شويه، نعاود نزيد الخطره الثانيه الثالثه نضيف كاع الكونتيتي تاع الحليب كاع اللي تبقى لي. شوفوا غادي نزيد شويه هكا شغل تاكدوا بلي البيشاميل تاعكم ولا الكريمه ولا هذه كيما يقول لك الصوص بلونش اللي راني ندير فيها دروك غادي تجيكم فرين فيها كاع تنتحلكم، تاكدوها بلي تجيكم ناجحه. صايلها كيما قلت لكم ميم الخدمه تاع البيشاميل. راني حليت الفرينه مليح مليح. دروك غادي نزيد حبه تاع البيض تاعنا ونخلطو ديريكت بلا ما نحبسو باش الحبه تاع البيض هذيك ما طيبناش. ما تجيش كيما يقول لك تاعنا كريماس فيها بنه البيض. كي نشوفوها بدات تعقد لنا شويه نزيدو رشه تاع ملح ورشه تاع فلفل اسود ونزيدو الجبن المحسبه المتوفر عندكم. انا درت واحد 2 حبات تاع جبن باسكو مايش عندنا كونتيتي بزاف، واحد شويه فيها غير 2 كيسان حليب. تخلطوا غير تبدا تتقال نطفوا عليها. نشوفوا كي تقالت لنا دوك نطفوا عليها نبداو نروحو نجيبو البلاط تاعنا ونستفو في الكراطين تاعنا. راني دهنتها بالمارغرين. غادي نحط الدجاج تاعي مع لاصوص اللي راهي فيه ونوزعوه غايه في البلا. والطريقه تبغوا ديروا حبه تاع البطاطا هذوك الكريات تاع البطاطا اللي قليتهم وتزيدوا فوقها الدجاج مع لاصوص، تبغوا العكس. انا درت فرشت الدجاج تاعي ماغيني هو الاول ودرت شويه من داك الكريمه تاعنا البيضه اللي درتها، وراني نستف الحبات تاع الكريات تاع البطاطا اللي قليتهم. قلتهم جاتني تقريبا 32 حبه، 4 حبات كبار عطاوني 32 حبه. جات مع البلا سوا. راني زدت الصوص تاعي هذيك البلونش وغادي نزيدوا الجبن المبشور وزعته كاع مليح على كامل الكغاطه تاعي. دوك ندخلها غادي يا ربي ما يديرليش الوقت طياب ما واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق شغل حتى تنشف في لي كوتي وتتحمر لنا من الفوق وتنشف الصلصه البيضاء اللي درناها. غادي كاضافه درت رشه تاع معانوس وندخلوها للكوشه تاعنا. شوفوا من بعد ما طابت راهي البيضاء راهي ناشفه، الجبن تاعنا داب. ودكم ما تديش طياب باسكو كلشي راه طايب. دوك نقطع لكم شوفوا في صحن التقديم. هاني قطعت الطرف في كي جات راهي متماسكه، الفرماج راه دايب والصوص بلونش كيما يقولك شاده روحها. شوفوا كي جات صدقوني يجي بنين واحد البنه روعه روعه روعه. على بالي غادي كاع تجربوه وغادي يعجبكم. هذه وصفتنا كانت نهار اليوم، نتمنى خواتاتي تكون عجبتكم
وما تنساونيش في الجيم والبارطاج لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.